شويه اللورا شويه اللور ما يجي الشاب ماشي شويه اللورا يا عفاك باش نسمع هاك الماء ما كانش على الصحة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنت به أعلم. اللهم إن كان محسن فزد إحسانه وإن كان مسيء فتجاوز عن سيئاته. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه واغفر ذنبه يا رب العالمين وتقبله في الصالحين يا رحمن الدنيا والآخرة. بالمحبة وعند ذويه صبرا يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الصبر الجميل يا رب العالمين. اللهم اجرهم في مصيبتهم يا رب العالمين. اللهم اصلح اخوانه واهله وقرابته ونحن معهم يا رحمن الدنيا والآخرة. وتقبل من جميع المشيعين يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم ارفع درجاتهم عندك يا رحمن الدنيا والآخرة. واحفظ بلدنا من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. واحفظ سائر بلاد المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين والحقنا بهم مسلمين شاهدين لا مبدلين ولا مغيرين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. بسر وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى المكبر وقد حضرت هذه الجنازة لأنني أقدر أن هذا الشاب نشأ بطاعة الله وعاش واستجاب لكل
آمن بها أهل هذه الأرض قبل قرون طويلة وجعلت منهم أمة متميزة، وأراد أن يستمر على الطريق كما كنا نحن فتيانا منه، كما آمنا بالإسلام التي آمن بها وكان من المؤمنين. كلموكم قصة. وجئت مساندة لأسرته الكريمة، وجئت لأقول أن العنف مرفوض في البلاد، وأن الدولة لن تألو جهدا لكي توقف موجة العنف، فنحن أمة متحضرة وأمة تتداول الخلاف فيما بينها بالطرق السلمية، وأمة يتعاون أبناؤها على الخير ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا. لهذا أقول للذين اغتالوا هذا الشاب إن ما قمتم به لا يحبه لا الله ولا رسوله ولا المؤمنون، وإنكم قد أسأتم إلى أنفسكم وإلى وطنكم. وأقول لإخوانه والشباب الذين ينتمون معه لنفس الحركة أمسكوا عليكم أيديكم. نحن إن ضحينا في سبيل الله في سبيل هذا الوطن فلن نمس شعرة واحدة من أبنائه إلا في إطار القانون ومن قبل الدولة والأجهزة المخولة بذلك والمكلفة بإقامة الحد بينهم. أيها الإخوة، إن الفقيد قد انتهى إلى عفو الله، وإنه شهيد في سبيل الله إن شاء الله. الله أكبر. التكبير. الله أكبر. التكبير. الله أكبر. عليكم بالسكينة والوقار، ساهموا في الحفاظ على أمن بلدكم وطمأنته، وإن اقتضى منا بلدنا أي تضحية فنحن لسنا خيرا من الذين قتلوا في سبيل الله، أن يبقى آمنا مطمئنا في ظل الإسلام وفي ظل الملكية وتحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره. فليتوجه كل منا إلى عمله، وأحيوا ذكر الشهيد بالرفق والعطاء والدعوة السلمية والهادئة والإحسان، ولا تقابل الإساءة بالإساءة. فنحن سلكنا طريقا نبتغي به وجه الله ونبتغي به مصلحة الوطن، ولا بد أن نبقى على هذا العهد وأن نلملم هذه الجراح. ورحم الله كل من توفي في سبيل هذا الوطن، وجعل الله البركة في الباقي، ورزق الله الأسرة الأجر، ورزق الله الأسرة الصبر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف حل